الله جميلة تحفة. مامي احنا بنصور. ايه ده بجد احنا بنصور؟ سوري معلش انا فكرت ان احنا لسه ما بدأناش. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الزبادي اليوناني، احلى زبادي ممكن تعمليها في البيت. الزبادي اليوناني اللي بتروحي تشتريها بمبالغ من بره، لا احنا هنعملها في البيت وب8 كيلو لبن وبس. ويلا بينا نشوف هنعمله ازاي. عملنا اهو بالبرتقان، مربى البرتقان، واظن باينه اهي. بصوا حلوه ازاي بمربى البرتقان. وطبعا دي انا عاملاها في البيت برضو. وعملنا بمربى الفراوله اهي، بصوا جميله ازاي. وبرضو دي انا عاملاها في البيت، وكنت هفترس الكوبايه دي بس يلا هخليها بقى لاخر الفيديو. ويلا بينا اوريكي هتعملي الزبادي اليوناني ازاي في البيت وب8 كيلو اللبن وبس. ويلا بينا نبتدي المقادير. ويلا بينا هنبتدي نعمل الزبادي بتاعتنا. هنجيب اللبن، كيلو لبن اهو، هندفيه على النار وهنخليه زي دمعة العين، ما يكونش سخن قوي وما يكونش ساقع، يعني يا دوب بصوا نحط ايدينا فيه تمام ما فيهوش مشاكل. هنجيب بقى عندنا الزبادي اللي هي الخميره بتاعتنا، هنبتدي بقى ننزلها كده فيه اهي. هنحط عليها معلقه سكر وده اختياري، او ممكن معلقه ونص، وهنبتدي نضربها بقى كويس قوي، يا اما نضربها في الخلاط او بالمضرب السلك زي ما انا بضربها كده اهي. اهو شايفين، كل ما نضربها وتعمل الرغاوي دي يكون طبعا احسن، انها بتدينا نتيجه احسن. كده ضربناها، نضربها كده 5 دقايق لما تبقى كويسه. بصوا كميه الرغاوي اللي على الوش قد ايه. عندنا بقى مربى بالفراوله ومربى بالبرتقال، ونحط بقى المربى اللي احنا عايزينها. وعندنا اهو برتقال، ونحط بقى الفاكهه اللي احنا عايزينها، بس هي المربى بتبقى احسن من الفاكهه. حطينا مربى بالفراوله، حطينا مربى بالبرتقال، وانتوا بقى المربى اللي انتوا عايزين تحطوها، الطعم اللي انتوا عاوزين تحطوه طبعا. نبتدي بقى ايه، نعبي اللبن او الزبادي بتاعتنا، هتاخدوا احلى زبادي يوناني. ادي الزبادي بتاعتنا اهي. هنبتدي بقى نرصها في قارب. هنكون بقى غاليين ميه على النار وهننزل في القارب بيها. وكده خلاص خلصنا. نجيب بقى فوطه ونغطيه ونركنه في مكان ما نلمسهوش خالص. عندي الفرن، هحطه في الفرن. طبعا مش هنشغل الفرن، لا احنا هنحطه بس في الفرن على جنب لمده 4 ساعات او 5 ساعات، بس هو غالبا يعني هيقعد 5 ساعات علشان نتاكد ان الزبادي خلاص بقت تمام. هنحطه بقى في الفرن 5 ساعات وبعدين نرجع لكم تاني. وبصوا بقى، وادي الزبادي بتاعنا بعد ما عملناه. ايه رايكم؟ تحفه. يلا وكده خلاص خلصنا الزبادي بتاعنا، وعملنا بالفراوله بمربى الفراوله. وطبعا انا ما حطيتش الفراوله القطع علشان ممكن تعمل لنا ميه فيها. وعملنا بمربى البرتقال، وهنا برضو عملنا الكوبايات الصغيره دي. يلا بسرعه قومي اعملي الزبادي في البيت بدل ما تشتريها بالغالي من بره. زبادي يوناني على اصوله. وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على خير في فيديو جديد. وانا بقى افترس الكوبايه دي. سلام.